السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو كاملين على خير وبخير، تكون احوالكم طيبه وانتم كتشاهدوه. وكيف العاده ما تنساونيش من لايكاتكم، من تعليق زوين بحالكم. واللي اول مره كتشوف القناه انضمي لينا وفعلي الجرس ان شاء الله، ديري اشتراك وفعلي الجرس باش تبقاي توصلي بكل ما هو جديد، باش تشجعينا وتكوني معنا. والبنات القدام اللي خطاكم عليا شكرا، دائما كنلقاكم في الفيديوهات وفي التعاليق، الله يكبر بكم. اليوم فيديو جديد اللي فيه دوازتاي، واحد دوازتاي روعه في المذاق. يعني انا متاكده البنات اللي غيجربوه غادي يعجبهم، وغيعجب حتى الناس اللي غيذوقوه عندهم. كيف كنقول لكم ديما كنحاول نجيب لكم شي حاجه اللي اقتصاديه ولكن في نفس الوقت تكون بنينه. وحتى الشكل راه كما كتشوفوا معايا الشكل ديالو زوين بزاف، وغنشرح لكم الا بغيتوا الشكل يجيكم احسن من هذا ان شاء الله. بقاو معايا. هنايا خديت واحد رابعه ديال الزبده. هذه انا استعملت مارغرين، ولكن ممكن تخدموا حتى بديال البواطه، يعني بحال بحال. وكيف كتعرفوا دابا الحال بارد، واخا بدرجه حراره ديال المطبخ ضروري كتكون شويه هكا باقا قاصحه. حاولت نقطعها بالموس باش نسهل عليا الخدمه صافي، وكنبقى نخدمها مع سنيده. انا غادي نذكر معكم المقادير وانا خدامه. هنايا درت كاس ديال السكر سنيده اللي ممكن ديرو حتى الكاس ونص. يعني البنات اللي بغاو الحلوه تكون هكا حلوه في المذاق قولي راها حلوه انا درت السكر شويه ناقص ماشي مشكل، الا زدتو نص كاس وهكا كيجي مذاقها زوين، وما كتجيش الحلاوه طاغيه بزاف على المذاق ديال المكونات اللي غادي نستعملو. غتشوفوهم معايا. درت هنايا كاس ديال الزيت، ودائما العبار بالكاس ديال العنبه. وغادي نضيف البيض. غادي نديرو 2 ديال البيضات الا كانوا كبار، و3 د البيضات الا كانوا صغار صافي. وغادي نخلطو هكا. انا كان عندي البيض صغير راني درت 3، ولكن الا كان كبير ديرو غير 2 صافي. وهنايا عندي انا هاد النكهه ديال الفاني اللي كتخاد هكا اللعبه، زعما كتكون النكهه ديالها مجهده، زعما 5 دراهم راه كتدي شحال حسن من هذوك الساشيات. الا زعما الا كان قريب لكم هكا مالين الحلويات خذوها، ما غاديش تندموا. ريحه الفاني كتجي فن في اي حاجه درتوها. هنا درت كاس ديال الزنجلان اللي محمر ومطحون، وكاس ديال الكاوكاو اللي حتى هو محمر ومطحون. يعني راكم عارفين غيتلاقى الكاوكاو مع الزنجلان كيفاش غيجي المذاق ديال الحلوه. يا سلام، هو جربوها كيف قلت لكم ما غاديش تندموا عليها. وكنبقى نضيف الدقيق. هنا عندي الخاص بالحلويات شويه بشويه، دقه دقه وانتم غاديين باش ما تغلبكمش وما تاخذش كميه ديال الطحين اللي كثر من قياسها صافي. وكنبقى نبقى هكا حتى كنكمل الكميه ديال الطحين اللي عندي، وكنضيف الخماعات. يعني بقاو معايا حتى نجمعوها مع بعضياتنا. كنحاول صافي هكا. ملي كتجمع عندي العجينه كيف ما كتشوفوا كتكون ما قاصحاش وما مخوفاش بزاف بحال هكا. نتوما كيبان لكم القوام ديالها صافي. وكنبدا نكواها كيف ما كتعرفوا معايا، انا كنكور بالجوج بحال هكا باش كتجيني ساهله وكنسالي دغيا دغيا. غنقول لكم شنو هما الحويجات اللي دوزتها فيهم. عندي هنا واحد الكميه ديال الزنجلان اللي منقي،
وما محمرينش، هادو كاملين ما محمرينش حيت باقي غيطيبوا في الفران. كميه من الزنجلان بيض، وعندي بافون او حبوب الخشخاش، وعندي زريعه كتان. هادو هما 4 الحوايج. تقدروا نتوما تزيدوا حاجه تنقصوا حاجه ماشي مشكل، يعني حتى الا بغيتو تزيدوا شي حاجه اخرى او لا تنقصوا شي حاجه من هادو يعني انا عطيتكم غير شنو درت وصافي. كيتخلطوا كيجيو على هاد الشكل. هادي حلوه معروفه، ماشي زعما جبت شي حاجه اللي جديده، ولكن بما انها زوينه في المذاق وفيما كنديرها كتعجب الناس اللي كياكلوها، عندي قلت علاش لا غنشاركها معكم حتى نتوما هكا الا عندكم مناسبه، الا غير بحال هكا ديوها وتحطوها لوسكم مع كويز اتاي مع كويز ديال القهوه، يعني كتبقى زوينه. ها اللي قلت لكم تقدر تجيكم نتوما حسن في الشكل. انا عندي هاد الطابع اللي ما ماضيش، يعني واخا كنطبع به كتدخل الفران كترجع تطلع. الا عندكم هذاك الطابع ديال النحاس كيكون يعني كيثبت هذيك الطبعه ديالو على الحلوى، هذاك احسن. عاد بغيت ناخذه من غطبعوا به غتبقى في الشكل اللي نتوما درتوها فيه. كندوزها في بياض البيض وكنعاودها في دوك الحبوب اللي درت معاكم اللي ذكرت لكم صافي، وكندخلها طيب. من بعد ما كطيب كنخرجها كنزينها هكا بالشكلاط. انا درتو خطيطات، مره كنديرو غير نقيطه، مره ما كنديروش كاع، يعني تزيينه كيبقى اختياري. والحلوه ديالنا من بعد ما كطيب كتجي على هذا الشكل، كيجي فيها واحد اللون زوين حيت فيها داك الزنجلان وكاوكاو كيعطيوها اللون والمذاق. ومن طبيعه الحال غتخيلوا هاد النكهات مع بعضياتها كيفاش غتجي الحلوه وكتجي هشيشه وكتذوب في الفم. كنتمنى من كل قلبي الى عجباتكم تشجعوني وهكا باش نتحمس ونقدر نحط فيديوهات جداد ووصفات اللي جديده ان شاء الله. وعلاش لا تكبر القناه ما بقى لينا والو على 20,000 ان شاء الله. شجعوني وبارطاجيو القناه، بارطاجيو الوصفات، والقناه فيها وصفات اللي زوينه وما خداوش حقهم في المشاهده. كنتمنى من البنات يرجعوا هكا ويشوفوهم ويخليو لي تعاليقهم. وشكرا لكاع البنات اللي كنلقى التعاليق ديالهم في الفيديوهات اللي كنحط في المنتدى. واخا المنتدى ما كيعرفوهاش بزاف ديال البنات، يعني ماشي كلشي كنلقاه مفاعل معاها، ولكن ماشي مشكل في شي فيديو غنشرح لكم شنو هي المنتدى بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش، باش هكا الا حطيت شي حاجه تشوفوها وتشجعوني وترجعوا الفيديوهات اللي كنحاول نجددهم معاكم، وكنحاول يشوفوهم البنات الجداد اللي التحقوا بنا. حتى لهنا غنقول لكم الله يخطيكم عليا وبتعاليقكم وتشجيعاتكم باش انا مستمره. شكرا بزاف، نخليكم في امان الله والى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.